ويا رب الأستاذ مختار ما يسمعنيش، ونقول له لا 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 بصراحة أنا حانق، يا حانقة لابد من رجوعك. طيب كيف يراضوا الحانق؟ ايش الحجر اللي تشتيه؟ لا مش موضوع مراضاة، المراضاة موجودة، بس أنا بشكل عام كرهت الكاميرا، والله إن أنا كرهت الكاميرا، ما أقدرش أوصف لك هذا الشعور اللي أنا عشته في السنة اللي فاتت واللي انتهت تماما بإيقاف البرنامج. ما كان شيء سهل أبدا، ما كان شيء سهل أبدا خالص. طيب بالنسبة للبرنامج وليك الآن وللقناة وعدم وجوده هذا الموسم، كيف تحسي الخسارة بالنسبة لك وبالنسبة للقناة؟ كيف حسيت الخسارة؟ من اللي خسر أكثر؟ شوف، قلت لك السعيدة مستمرة بمايا أو بغير مايا، والدليل إنهم طلعوا ببرنامج مميز وأخذ صيته أمام الناس نجح. ليالي السعيدة تشعر إنه ناجح ليالي السعيدة؟ هاي طبعا ليش مش ناجح؟ أكيد برنامج ناجح، وهذا يحكم عليه الناس أكثر. ربما أنا أرى ناجح والناس يشوفوا فيه نقاط قصور، ما أدري إيش، وطبيعي إنه كل عمل فيه نقاط قصور حتى طائر السعيدة، بس اللي يحكم على نجاحه أكثر مش أنا ولا الإدارة، الناس. طيب والواحد لما يكون متعود إنه يكون معه برنامج في رمضان كل سنة وبعدين يتوقف، إيش اللي يحصل عنده يعني؟ يعني أنت إيش تحس إنك خسرتي من توقف البرنامج؟ كرهت الكاميرا، أقول لك اكتئاب، كرهت الكاميرا، ما عنديش شيء تطلع. طيب هل تشعري إنه برنامج طائر السعيدة كان يتم تقديرك ماديا ومعنويا بسبب النجاح اللي حصله البرنامج؟ نعم طبعا الحمد لله، ومش شرط قلت لك المادة، والله العظيم مش شرط، يعني مع إنه في فارق مثلا بين أول سنة استلمت أجور لطائر وبين مثلا آخر سنة، فالتقدير بالنسبة لي مش مادية، لأنه قلت لك في أعمال كثيرة حصلت عليها وعروض كانت الماديات فيها أكبر، بس أنا كان يهمني الألفة اللي كنت أحاول أحافظ عليها، الأسرة اللي كنا نشتغل في إطارها، هذا كان عندي أهم بالنسبة لي من أي شيء آخر. طيب بالنسبة للفائدة اللي استفدتيها أنت، إلى أي حد البرنامج أعطاك شهرة أكثر؟ استفدتي في موضوع الإعلانات، في موضوع الرواج أكثر، في الحضور في السوشيال ميديا؟ روى عن مايا رضي الله عنها أنها كانت تمنع من السيد مختار القدسي الحضور في أي إعلانات تلفزيونية، حتى أنه مدة العديد من السنوات وهي لم تظهر أي تلفزيون في أي إعلانات تلفزيونية، وسبب ذلك كان يقول لها السيد مختار بأنه لا تتواجد هناك مواضيع معينة من الإعلانات التي تتناسب مع مستواك، وإن وافقت على أحد الإعلانات فيجب أن يكون موجها، ويجب أن يكون مطولا، ويجب أن يكون محصورا في مواضيع معينة، ويجب أن يحفظ لك القيمة المادية الحقيقية، ويجب أن لا يكون مشاركا مع شخص آخر، وهكذا وضع شروطا معجزة ومعجزة أكثر من أي أب يروح يتقدمه لبنته. بس أنا أشوف لك إعلانات يا مايا. ما دخلت مجال الإعلانات للأسف. الآن بدأت، يعني الآن في السنة هذه بدأت تسمح لي بعض من قبل مع السعيدة كنت ممنوعة تماما من الإعلانات. طيب خلينا نروح شوية كذا داخل البرنامج، ايش ابرز الترندات اللي اشتهرت لك يا مايا في برنامج طائر السعيدة؟ تذكرنيش. ليش؟ ايش اهم الترندات اللي اشتهرت لك؟ اول ترند كان على الكركمي، لانه مرات قمت عباية كركمي مع طقم كركمي، ومرة ثانية كان عباية حمراء كده شبهوني فيها في الثلاجة القديمة، كنت يعني اتعرض لانتقادات كثيره اكثرها الاستاذ توفيق الشرعبي ربنا يحفظه، هذا كان مديري الاساسي في قناه السعيده في قسم الاخبار، تعرف الاستاذ توفيق، هذا تدربت على يده الاخبار والتقارير، وهو اللي علمني كيف ان انا اكون اكتب طريقه تقارير، وبعدها بدا يستلمني منشورات والناس بعده على العبايه، هذه ربما من الترددات متعلقه بالمظهر، لكن كاحداث اخرى ربما بعض الاحداث اللي كانت تحدث معنا في الميدان، احيانا حوادث امنيه، احيانا ربما مغامرات الناس ما يتوقعوش، ربما انه مثلا بنت تدخل فيها مثل مغامره الضباع في العام الماضي، يعني تختلف على حسب. انا قريت في التعليقات واحد يقول لي اسالها عن صاحب شبوه، ايش هو قصه صاحب شبوه؟ سلام. ايش هذا من ترند؟ سلام. انا ما ادري ترند، قال لي ترند صاحب شبوه، ما فهمت انا. يمكن يقصد حق موضوع السيارة والبيت والشغالة أيوة، إيش القصة هذه؟ كنا نعمل لقاء مع أحد الأشخاص وبعدين كنت أتحدى عليه 50,000، كانت هذيك الأيام جوائز نوعا ما محصورة بمبلغ أقل،
فقال لي خلاص انا بعطيكي 50,000، بعطيكي بيت وسياره وشغال، وانا قد انا فاهمه ايش يقول، فاهمه ايش قصدي، بس استعبط. فرجعت اشوف لعند زميلي نادر ايش قصدك؟ قال عجبني العرض، والحمد لله انا ما قلت لهش خذوا انت، سكت. فكان هذا من اكثر المقاطع اللي انتشرت في البلد. وفي مواقف اخرى تحصل لك احراجات مع الناس بالميدان؟ شوف المذيع الميداني لازم انه يكون كذا عارف انه ممكن يتعرض لاي موقف، فما بالك لو كانت بنت في مجتمع يمني محافظ. وللامانه المجتمع هذا ما شافني ايش مجرد مذيعه، شافني بنته، شافني اخته، شافني قريبته، بنت عمه، بنت خاله، فكانت تحصل بعض المواقف المحرجه. بس ما انا مش عارفه انه هذا الموقف حيحصل لي عشان افكر كيف اتخارج منه. مش كلهم يشوفونك يا مايا بنت خالتهم بنت اختهم، في ناس معجبين كثير صح؟ مش حكايه معجبين، بس اقصد انه بغض النظر يعني لما تجي كلمه مثلا من شخص مش شرط انه قد يقصدها، طبيعي يعني مثلا مزحه حاجه كذا يطري فيها اللقاء، ما كنتش انا اخذ الامور مثلا انه خلاص يا ارض احفظي ما عليك قدي، لا ما شفتش الامور انا من هذه الناحيه ابدا. بس هذه الاشياء الى اي حد سوقت البرنامج يعني تحسين؟ كانت كثيرة، يعني هذه المقاطع كانت تؤخذ وتنزل على معظم المنصات في وسائل التواصل الاجتماعي وتضرب وتاخذ مشاهدات عالية جدا، وتحديدا على منصة التيك توك. كان في حسابات مزورة. للأمانة أنا أحب أزف في هذا البرنامج الرائع اللي بيني وبينك. يتابعوك الآن البث الآن مايا، البث الآن أيضا على التيك توك والناس يسمعوك الآن. حلو إنه أنا استرجعت حساب في التيك توك تقريبا عدد المتابعين فيه ما يقارب 1,000,000 والإعجاب 5 مليون بفضل شخص عزيز جدا جدا ورائع، أنا أشكره وأوجه له تحياتي، وما أقدر أن أذكر اسمه حسب ما طلب مني. فالحمد لله يعني إنه قدرت أسترجع هذا الحساب، وفيه بعض الفيديوهات اللي كانت تضرب ل7 8 مليون 10 مليون، وهذا هو كان أغلب المقاطع اللي كانت تطلع وتضرب. وعرفتنا على فكرة هذه المقاطع عند متابعين من دول أخرى، إحنا ما كناش نتوقع إنه في ناس من دول أخرى يتابعونا، بس لما سافرنا عرفنا. في معك معجبين من دول ثانية يعني؟ مش معجبين، متابعين سامعين، متابعين. ليش ما فيش عندك معجبين؟ طبيعي إنه أي مذيعة أو أي بنت أو أي وحدة مشهورة. أي طبعا أكيد، يعني أنا لما أشوف إنسانة مثلا يعني تحاول إنها تطور من نفسها، تحاول إنها تطور من قدراتها، أكيد سأعجب في أدائها. كيف تتعاملي مع المعجبين يا مايا؟ إذا عندهم ملاحظات ومعجبين بأدائي وعندهم ملاحظات، أتقبل هذه الملاحظات والانتقادات وأشتغل عليها. وإذا معهم ملاحظات أخرى كيف تتعاملي معهم؟ حلو، مثلا يقول لك أنت ليش لبستي كذا، أنت ليش عملتي كذا، أعدلها وأتقبلها. وإذا تكلموا بأشياء غير اللبس؟ لا ما حدش يتكلم معي، أنا ننزل معايا 6 رجال إخوان، كل واحد يطول من الثاني، إيش قرر واحد يقول لي حاجة. والتعليقات في السوشيال ميديا والرسائل في الخاص في الأشياء؟ والله صفحاتي مع الرائع مختار عبد المعز، فبيتابعها دائما، ما فيش هذا النوع من الإساءات الحمد لله. قد أنا أقول لك تحضري ناس كثير؟ هل في ناس تحضريهم؟ هل تحضري حد؟ أحضر حد إذا في حد مثلا أساء لي بشكل معين، مثلا إنه يحاول يتدخل في حياتي الخاصة، أو أنتظر ما فيش فائدة، شفته كرر أحضر. وأنا من النوع اللي برضه مش ما بجلسش ألاحق كل واحد إيش قال من كلمة، ما ركزش كثير، ما عاد فينيش كيف أحضر. يعني لما أدخل مثلا أقرأ بعض التعليقات خلاص أستفيد منها، إذا هي صح إذا هي سيئة، واللي يقول الله يسامحه واللي يقول له عفى الله عنك. إيش أهم الشائعات اللي صادفتك يا مايا عنك؟ شائعات ما فيش. إن أنا أموت أغلب الوقت كذا لما نختفي عن الشاشة يطلعوا مايا مات وغيره. فإن شاء الله يعني طالما هم يحبوني وأنا الآن في حياتي، هم الحب هذا يستمر حتى بعد مماتي إن شاء الله يعني. ما في شائعة أخرى غير الموت؟ قل لي أنت إذا وصلتك، أنا عن نفسي ما وصلتنيش. أنا أحس الناس مهتمين بمستقبلك، ما يسألوا الزواج المدري إيش. طبعا وأنا أقول لك أنا منهم وفيهم، هم ما يشوفون مجرد مذيعة. فدائما اللي يقول لي مثلا لا تخليش موضوع العمل ياخذك عن حياتك الشخصية، لا تخليش موضوع كذا، لا تخليش. وأنا من الأشخاص اللي ما أحبش ربما أتكلم بأمور الخاصة كثير في السوشيال ميديا إلا ما ظهر منها غصبا عني، أطلع أوضح فقط. فمش معناته إن أنا ما أتكلمش وما أنزلش كذا معناته إنه في شيء.
ومع ذلك أنا وعدتهم، قلت لهم أول ما يجي يعني حاجة مؤكدة وكذا أطلع أكلمكم واستشيركم، وأنتوا اللي تسألوا وأنتوا اللي تقرروا وأنتوا اللي تعطوني خبر وأنتوا اللي تزكوني بنفسكم. طيب كان أيضا، وربنا يدي لك الصحة والعافية، كان في موضوع أيضا يتعلق بمرض أيضا، صح؟ شي تتكلمي في الموضوع ولا ماشيش؟ أنا طبعا بالعكس اشتي وضح نقطة معينة. في ناس كثير كانوا يفتكروا إنه عدم طلوعي في طائرة السعيدة إنه عائد لصحتي، وهذا الموضوع كان ربما يضايقني، مع أنهم هم كانوا يعطوها بشكل عفوي بشكل طبيعي ويطلبوا الشفاء والعافية. الموضوع ما له علاقة نهائيا. الموضوع في موضوع العافية، والمرض هذا صار زمان وانتهى وراح لحاله. وأول ما أصبت أنت يا مايا بالسرطان، بالكانسر، أصبت بالسرطان؟ كان في تشبيه، كان في اشتباه، وانا ذكرت حتى في البث اللي انا طلعت فيه كان في اشتباه. وانا لما كنت في مصر ابحث كان موجود معي الدكتور عصام الخليدي مدير البرامج في قناه السعيده، وبعدين رحت كررت الفحص في اكثر من منطقه، سواء في مصر سواء في اليمن سواء في السعوديه. فالحمد لله يعني تخارجنا من الموضوع هذا زمان. فالناس الان بيعيدوا بعض الفيديوهات القديمه للاسف وينزلوها ويعملوا عليها دموع ويكتبوا كذا حسبي الله. وانا احبهم والله احبهم، بس احب منهم انه انا بخير الحمد لله. الموضوع انتهى تماما، وعلاقتي بالبرنامج ما كانش لها اي علاقه ولا اي شخص او اي حاجه متعلقه بالمرض نهائيا. طيب مايا العبسي، تحسي الجمهور والمحبين في السوشيال ميديا اجوا معك فجأة ولا بالتدريج؟ يعني كبروا عدد المتابعين، يعني ما شاء الله انت الان من الناس اللي معهم ملايين في المتابعين في السوشيال ميديا. ملايين؟ لا، عندنا 700 وها. قلتي بالتيك توك معك مليون؟ ما هذا الحساب كان مزور والان استرجعوا لي احد الاشخاص الاعزاء. ايوه مليون. وكم معك بالفيسبوك؟ 5 مليون عقاب. ها كم معك بالفيسبوك؟ 700 وشويه؟ 728 تقريبا. المشكله انه يعني الصفحات المزوره هذه شغاله. تخيل يا سامي مثلا الان اثناء الانتقادات اللي صارت لقناه السعيده، انه ينتقدوا مثلا برنامج كذا، احنا مش عاجبنا فلان، مش عاجبنا فلانه، مش عاجبنا. فكانت هذه الحسابات المزوره تدخل وتسيء وتعلق سواء في التيك توك في الفيسبوك. فالناس بيفتكروا انه هذه ما هي اللي تقبل الاساءه على زملائها او على اشخاص اخرين. يعني قد انا احط لهم اليوزر نيم حقي، اقول لهم كذا 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 كذا. ايش عاد ازيد اشرح اكثر من كذا؟ ايش عاد اقول؟ شفتي تصريح اشواق لما طلعت معي عن البرنامج؟ اي تابعته. اشواق انسانه رائعه جدا، ونتمنى اكن لها كل الاحترام وكل التقدير. قالت اني لم اكن بديلا عن مايا العبسي، قالت تصريح كذا، طلعت معي وقالت الكلام هذا. شفتي انت اكيد؟ هو طبعا مش موضوع بديل، ما هو كمان ما فيش حد ممكن يجي يحل محل اشواق علي، ما فيش حد ممكن يجي يحل محل عدنان الشرعبي، ما فيش حد يحل محل سامي السامعي. طبيعي كل واحد له توجهه، كل واحد له عمله، كل واحد له قدراته. لا اجيت انت ما شاء الله يا مايا مسحت الكل، يعني ما الناس كلهم اللي طلعوا بالسعيده اللي اشتغلت. لا ما انك تمدحني خليني صدقني كثير. ربنا يوفقهم ان شاء الله جميعا. دائما الانسان اليمني الفنان المبدع الممثل الاعلامي يحاول انه يستثمر هذه المواسم عشان يقدم اجمل ما عنده للشعب.